السلام عليكم يا شباب. اليوم جبنا لكم فيديو جديد من قناة مصطفى جيمنج، واليوم يا شباب راح نستعرض لكم الشخصية الجديدة اللي نزلت مجانية لكل لاعبين لعبة زوبا يا شباب. شخصية مستر بينج يا شباب، الشخصية اللي نزلت مجانية يا شباب، لها يومين الشخصية تقريبا. فأنا كنت بجرب الشخصية، فعشان أجيب لكم المراجعة الكاملة للشخصية وعيوبها مميزاتها، كل حاجة راح نعرفها في الفيديو ديتي. ايش منتظر يا صديقي؟ لو انت لسه لحدك الان بتشاهد المقطع، اضغط لايك وفعل زر الجرس ليوصلكم كل ما هو جديد من قناة مصطفى جيمنج. ويلا يا شباب نستعرض الشخصية، ايش بتستخدم وايش مميزات الشخصية وايش عيوب الشخصية. عيوب الشخصية يا شباب قاتلة ليها، فكل انا اعمل لك المراجعة والخلاصة ليك، انت اللي بتقرر يا صديقي. تمام. فاول حاجة الشخصية بتستخدم الشوتجن، بتستخدم القنابل. وعلى هيئة الشخصية يا شباب، الشخصية بتستخدم الليفت وبتستخدم الخشبتين دول يا شباب اللي ياكلوا بيها اندومي. الشخصية يعتبر على الاندومي. تمام. فخلينا نشوف الشخصية وقدرتها. انا قدرت اموت الحارس وبكل سهولة. طبعا الحارس يعني ما فيش حد ما يقدرش على ده، بوت يعني، هو بوت في اللعبة. تمام. فيعني يعتبر البوت ديتي مميزاته انه بيكشف الهكرات. تمام. اللي ما حدش بيعرف المعلومة دي، انه البوت ده يعتبر بيكشف الهكرات داخل اللعبة. خلينا اهم حاجة في الشخصية، من مميزات الشخصية انه بتستخدم القدرات كلها داخل البحر. تمام. يعني الشخصية ما بيفرقش معاها بحر، عكس الشخصيات التانية كلها مجرد ما تنزل في البحر بتلاقي القدرات وقعت. تمام. زي ما انتم شايفين دمج الشخصية كويس، بس للأسف الشخصية مش معتمدة على المواجهات. تمام. زي ما انتم شايفين اسقاط الجوي من اوسخ اسقاط جوي في الشخصيات تبع لعبة زوبا، عكس لعبة بو. الاسقاط الجوي لو لعبته خلاص انت هتدمج الخصم حتى لو بضرر بسيط، اسمك هتدمجه. تمام. شخصية مستر بينج لو لعبت الاسقاط الجوي اعتبر والاسقاط الجوي جه على الخصم والخصم اتحرك خطوة، خلاص كده الاسقاط الجوي راح، لانه يعتبر انت عبارة عن كب خضروات على الخصم، يعني اعتبر ملوش لازمة. يعني عكس شخصية بو، انك بتلعب باسقاط جوي عبارة عن صواريخ وضرر بيبقى اسطوري كمان. يعني يمكن انت مع شخصية بو في الاسقاط الجوي بتدمج اتنين، لو اتنين مع بعض وفي مواجهة انت تقدر تدمجهم وباسقاط جوي واحد، عكس شخصية طبعا بو. تمام. مستر بينج كله توقع توقعات حلوة، والحاجة عيبها لما بتطول الناس بتضيف عليها حاجات من ايه، من خيالها. تمام. يعني انت الناس بتتوقع ان الشخصية دي هيبقى فيها كذا وكذا، ويعني وفي الاخر التوقع بيخيب بسبب التأخير تبع الشخصية. فأنا بالنسبة لي لو شخصية مستر بينج نزلت في الأول وشخصية بو نزلت في الآخر، ده كان هيبقى أفضل. تمام. فشخصية زوبا لو هنزلوا شخصية مجانية، نزلوا الشخصيات مجانية تبقى كويسة. بو هنقول عليه كويس. تمام. بس برضه مش للدرجة، يعني انت مش زي اللي بيشحن. يعني لعبة زوبا بتميز اللي بيشحن، والألعاب الاستراتيجية كلها على فكرة كده بتميز اللي بيشحن. تمام. سواء كلاش رويال، كلاش اوف كلانز، يعني الالعاب الاستراتيجيه بتركز على اللي بيشحن، غير لعبه بابجي بتعتمد على المهاره وطريقه اللعب من شخص لتاني. فشخصيه زوبا بتفضل طبعا اللي بيشحن، وديتي هو ده مصدرها. تمام. ده مصدر الدخل للعبه، فلازم اللعبه تعمل كده. تمام. ما حدش يقدر يعترض على الالعاب الاستراتيجيه، لانه التعاقدات والاعلانات وكده بتبقى قليله جوه على الالعاب الاستراتيجيه. فهو ده لازم الشخص لعبه زوبا تعمل كده. تمام. والاسعار مبالغ فيها شويه، بس برضو لازم الشخصيه لعبه زوبا تعمل كده. تمام. فزي ما انتم شايفين هنكمل في الشخصيه مع بعضينا. الشخصيه واحد الواحد ما انصحش بيها، يعني الشخصيه يعتبر لو واحد الواحد الشخص اللي قدامك هيجيبك، لانه القدرات انت اعتبر بتستخدمش غير الشوتجن. الثلاث قدرات التانيين لهم شيء لازمة. يعني اللفتة دي يعتبر لو ضاعت خلاص يعني ملهاش لازمة، انت يعتبر بتستخدم الشوتجن. وعيوب الشوتجن انه لو من مسافة بعيدة شوية مش هتقدر تجيبه. يعني مثلا لو من مسافة من العشب اللي انا واقف فيها والخصم واقف من الطرف الثاني، الشوتجن هيفتت ومش هقدر اجيبه. انتوا عارفين يعني ايه المعنى ده؟
يعني الشخصية أنت معتمد على الشوت جان، ومعتمد على القدرة الأساسية اللي أنت أصلا بتهيل بيها نفسك وبتهيل بيها أصدقائك. يعني يعتبر الشخصية كده. بس ليه القدرة الأساسية تبقى هيلث؟ ليه ما بتبقاش مثلا دمج قوي؟ القدرة الأساسية المفروض هي تبقى أهم حاجة. يعني يعتبر زوبا مخليها في الهيلث. عيب الشخصية كده إنك هتلعب بيها سكواد، وسكواد كمان ما يعتمدش على جوه. يعني سكوادك لو راح خلاص انت برضو رحت معاهم. يعني انت ايه زي جنبيهم مثلا، ايه بتهيلهم انت الدم بتاعهم. تمام. فالشخصية يعتبر انت عبارة عن هيلز. غير كده ما انصحش بالشخصية. واحد والواحد هتخسر ومش هتقدر تفوز قصاد اي حد الا نادرا. والشخصية كمان زائد انه تحكمها صعب، يعني من اصعب الشخصيات. انت هتجرب الشخصية او هتعرف ان التحكم فيها فعلا صعب. فما تطورش من الشخصية وترفع من الليفل تبعها وتطور فيها، وهي الشخصية هتفضل تمام. القدرات مش هتتغير. ف تقييم للشخصية كام؟ أنا عطيت بو 7/10 لو داخل العشب. تمام. أنا هدي الشخصية دي 3/10 سواء كله. يعني أنا هلعب لو هتلعب سولو 3/10، هتلعب سكواد ولازم السكواد ده كمان يبقى لعيب، بهدي الشخصية 5/10. أزيد من كده مش هديها أي حاجة تاني. وأنصح بالشخصية أنصح إنك تلعب بالشخصية. لا، ما انصحكش انك تلعب بالشخصية دي نهائي، سواء سكواد سولو. ما انصحكش انك تلعب بيها نهائي، الشخصية لا يعتمد عليها. فنتمنى انه من لعبة زوبا لو انزل حاجة مجانية تنزلها كويسة، يا اما تنزلهاش من الاساس. تمام. فهي دي يا شباب المراجعة كانت عن لعبة زوبا. تمام. دلوقتي راح نخش في سلسلة القناة. يا شباب انا بحمل عن لعبة زوبا، وبحمل عن طريقة تحميل الالعاب اللي من المواقع الخارجية، وطريقة فك الضغط لو انتوا تعرفوا كده. تمام. فهي سلسلة واحدة في عن زوبا وعن طريقة تحميل الألعاب. فإن شاء الله راح أستمر في لعبة سلسلة جي تي اي. أنا حملت لعبة ردد، حملت لعبة جي تي اي سان اندرياس، فاضل جي تي اي فايس سيتي، وفاضل جي تي اي 3 المحسنة، الألعاب المحسنة وطريقة فك الضغط. والملف يكون موجود في التعليقات. فالقناة فيها سلسلتين مش سلسلة واحدة. فلو انت مهتم بلعبة زوبا ومهتم بموضوع تحميل الالعاب، فالقناة دي موجود فيها السلسلتين دولا. فلو انت لسه لحد الان بتشاهد المقطع يا صديقي، ايش منتظر؟ اضغط لايك، فعل زر الجرس ليصلكم كل ما جديد من قناة مصطفى جيمنج، ومع السلامة.